عشان كدبة بدأ هو وصحابه يبدلوا عليا، وأنا مش قادر أفتح بقي عشان خايفة من اللي هيعملوا فيا. كنت حابة إن أنا أظهر بشخصية غير شخصيتي في المكان اللي أنا فيه، لأن أنا صممت من والدي إنه يدخلني جامعة خاصة. مجموعي في الثانوية العامة يعني ما جابش كلية كويسة. عملت المستحيل مع إن والدي موظف على قد حاله، استلف عمل جمعيات، أنا البنت الوحيدة، وصممت إن أنا أخش جامعة خاصة زي صحابي. وفعلا والدي عمل المستحيل واستلف من هنا ومن هنا، ودخلت الجامعة اللي أنا عايزاها. بس ما أقولكوش في الصيف طبعا جامعة زي دي عايزة لبس وعايزة مظهر تاني خالص غير المظهر بتاعي، وأنا دايما متقمصة أو حابة أعيش العيشة اللي مش بتاعتي، مش عارفة ليه. حابة أبان غير شخصيتي، ما كنتش حابة حد يعرف شخصيتي الحقيقية. ناس على قد حالهم، ظروفهم صعبة، عايشين في منطقة شعبية. أنا كنت حابة إن أنا أظهر بشخصية تانية، ده كل اللي في دماغي، وإن أنا كمان أتجوز واحد يخرجني من العيشة ديت. بدأت أشتغل في الصيف عشان أجمع أي مبلغ أجيب بيه كام طقم كده أترسم بيهم زي ما بيقولوا. وفعلا مبلغ من أبويا والشغل اللي أنا اشتغلته جبتلي كام طقم. طبعا رحت الجامعة شفت اللي ما شفتوش قبل كده، بس أنا جبتلي كام طقم. مع طبعا أنا حلوة ومش باين عليا أي حاجة، يعني حلوة ولبس شيك وجسمي مرفوف زي ما بيقولوا، يعني مش ناقصنا أي حاجة. جبت كام طقم كده من اللي هم بتوع الناس الأغنياء زي ما بيقولوا، وتعرفت هناك على ناس كتيرة، من ضمنهم الناس الأغنياء واللي أبوها مدير واللي أبوها مش عارفة إيه. بصراحة كنت حابة أبقى وسط الناس دي، يمكن أعرف أعمل أي حاجة أو ألقطلي مثلا عريس غني ولا حاجة. الكل كان شايف عليا إن أنا واحدة شايفة نفسها، لكن محدش يعرف طبعا مستوايا ولا عيشتي. وما كنتش حابة إن أنا أقول لحد غير واحدة بس، صاحبتي، هي اللي تعرف عني كل حاجة، دي اللي من معايا من الثانوية العامة. من هنا بقى حطيت عيني على شاب، ده اللي حط عيني عليه من أول ما دخلت الجامعة. شاب حلو، شكله غني، بيجي بعربيات مختلفة فخمة، البنات كلها عينيها عليه. أنا طبعا مرضتش أعمل زيهم، رسمت الدور زي ما بيقولوا، وعملت نفسي إن أنا مستواي عالي، مببصش لأي حد. الولد طبعا قدامه بنات كتيرة، وأنا اللي لفت نظره بجمالي وحلاوتي وشياكتي، وإن أنا طبعا مش مدلوقة عليه زي ما بيقولوا. الواد كان هيتجنن، معقولة كل بنات الجامعة هيموتوا ويكلموه وأنا اللي عاملة نفسي عليه؟ كان يبعتلي، كان يقف لو سمحتي يتلكك يقول لي أي حاجة، وأنا كنت برد على قد الكلام وبس، بقول يا بنت اتقلي، كل ما اتقل يقع أكتر. وفعلا الواد خلاص ما استحملش في إيدي هلوة من جمالي وحلاوتي ورقتي وكل حاجة فيا تبهر أي واحد. جه وقال لي إن هو عايز يتقدمني، هو ده اللي أنا كنت عايزاه. الله، بس هيجي يتقدمني إزاي بظروفنا دي؟ ما حطتش في بالي كتير. المهم إن هو فتح معايا كلام إن هو عايز يتجوزني، وأخيرا إن أنا هتجوز واحد غني. هبقى أفكر بقى في أي كدبة تانية وأشوف هعمل إيه في اللي أنا فيه. المهم خليني معاه. أول ما قال لي كده بدأت ألين معاه، وهو كمان خلاص يقول لي أنا مش عايز أي حد ولا عايز أي بنت من الجامعة، أنا عايزك أنتي وعايز أتجوزك أنتي. وقعدت أخرج معاه ونتكلم مع بعض ونتفسح بالعربية، وأنا ناسية الدنيا معاه وناسية كل حاجة، لحد ما كل ما يجي يقول لي أنا عايزة أتقدم وأجي لوالدك، أنا توه في الموضوع ومش عارفة أرد عليه. واللي كشفني واحدة صاحبتي، راح وقال لها هي ليه تتهرب مني؟ هو أنا مش قد المقام ولا إيه؟ هو والدها يعني على طول مسافر كده ولا هو في إيه؟ قالت له مش قد المقام إزاي؟ وراحت حكياله كل حاجة عن ظروفي. الواد سمع من هنا واتجنن من هنا، ما سابنيش إلا لما خلصوا مني.
في يوم قال لي انا عايزه اقضي اليوم ده معاكي براحتنا، نخرج ونتفسح وناكل بره ونعيش يوم كده حلو. انا بصراحه اتبسطت. قال لي بقى انا عايزك النهارده تدلعيني يعني تلبسي لي كده طقم شيك ونخرج فيه ونتفسح، وانا برضو كده هعيش معاكي اليوم ده من اوله لغايه اخره. قلت له ماشي تمام. وفعلا رحت قابلته وقضيت اليوم كله معاه. رحنا اتغدينا بره ورحنا اتفسحنا ورحنا مولات ورحنا كافيهات، لحد ما في مره لقيته بيرد على التليفون وبيقول لي معلش اصل انا كنت بكلم ماما وحكيت لها عنك وهي عايزه تشوفك، ايه رايك نعدي كده بسرعه خليها تسلم عليكي وتشوفك بما اننا يعني خلاص احنا متفقين على كل حاجه. قلت له طبعا ما فيش اي مشكله. وفعلا وداني المنطقه اللي هو عايش فيها، منطقه كلها بتاعت الناس الاغنياء، كلها فيلل وقصور. بقول هما فين وانا فين وهعمل ايه بكدب اللي انا ماشيه فيه ده. وفعلا دخلت الفيلا بتاعتهم واتفاجئ ان الفيلا فاضيه، وراح قفل الباب بالمفتاح وراح جربني في نص المكان كده وقال لي بقى انت تضحكي عليا، وراح ضربني. قلت له اضحك عليك في ايه؟ انا ما ضحكتش عليك في اي حاجه. قال لي مش انت ابوكي كذا وشغال موظف وعايشين في الحته الفلانيه والحته كذا وانت بترسمي الدور عليا، بقى انت تعملي فيا كل ده؟ طبعا ما عرفتش هرد ولا اتكلم ولا افتح بقي. كل اللي نزل عليا ان انا اعيط. راح جرني من شعري ومطلعني فوق وك النوم وراح رميني على السرير. وطبعا بدأ يشيل كل الهدوم عليا وعليه وانا مش قادره اقاومه. كان بصراحه متعصب جدا وقال لي انت تعملي فيا كده، طب انا هوريكي. عمل معايا في اليوم ده علاقه، وللاسف فقدت عذريتي من كتر عنفه ومن كتر عصبيته، ويضرب فيا ويعمل معايا كده. بقيت اصوت واعيط، بس على مين؟ الفيلا كبيره وعريضه مفيش فيها اي حد، يعني مهما صوت من هنا لبكره محدش هيسمعني. اعتدى عليا بوحشيه. وقمت ولبست هدومي وانا عماله اعيط، وقال لي اخرجي من هنا وخلي بالك انا صورتك وكنت حاطط كاميرا، يعني كل ما يجي لي مزاج ليا يعني ان انا عاوزك في اليوم ده تجيلي من غير ما تفتحي بقك. وروحت وقفلت على نفسي. قعدت يومين ما اروحش الجامعه، واتصل عليا وقال لي تجيلي دلوقتي وكوني مظبطه نفسك. ورحت من غير ما افتح بقي بولا كلمه، واتفاجئ ان هو واصحابه قاعدين شاربين بقى وشكلهم مش طبيعي. اتخضيت ورجعت تاني عند باب الشقه عشان اخرج، لقيته كرني من شعره وقال اطلعي فوق استهنيني، وفي قميص على السرير تلبسيه، والا انت عارفه هفضحك في الحته بتاعتكم الشعبيه واوديه الفيديوهات دي لابوكي، وافضحك في الجامعه واخلي سيرتك على كل لسان. طلعت وعملت اللي هو عايزه ولبست القميص زي ما هو طلب. ولقيت واحد من اصحابه دخل عليا وقال لي ها انت فاهمه طبعا هتعملي ايه من غير ما تتعبيني. طبعا ما قدرتش افتح بقي. وعمل معايا وصاحبه التاني ونفس الحكايه، اصحابه كلهم واحد ورا التاني، لحد ما هو كمان دخل وقال لي كفايه عليكي كده النهارده، قومي البسي هدومك. قلت له طب الفيديوهات حرام عليك انت كده هتدمرني. قال لي الفيديوهات معايا، بيني وبينك انا قرفت منك، كفايه اصحابي كلهم جربوكي، بصي انت ما تلزمنيش بس الفيديوهات هتفضل معايا، لما عاوزك ويكون ليا مزاج هبعتك او هبعتلك تجيلي. روحت وانا مكسورة الخاطر، وحسيت ان انا طبعا رخيصة بعد طبعا ما كنت عاملة نفسي وان الكذب هو اللي عمل فيا كده. روحت وما بروح الجامعة ولا بروح اعمل اي حاجة في اي حتة ولا بخاف اخرج، لحد ما في يوم لقيت بابا بيقول لي ان ابن عمي عايز يخطبني. ابن عمي كان مسافر بره، واحد قد الدنيا وبقى معاه فلوس ومعاه عربية وجاب شقة. في ايه يعني لو كنت صبرت وكان يجيلي نصيبي زي ما ربنا كان كاتبلي؟ اديني اتفضحت وما كنتش بنت. حتى لو رحت عملت عملية، ما انا ليا فيديوهات ومحبش ابتدي حياتي بالكذب بالطريقة اللي انا وصلت لها دي، ومش عارفة اعمل ايه.